نخش معانا على الفيديو. شوفوا الفطير دي فطيره حادقه اهو، دي بالجبنه الرومي. اتكلم يا شيخ سليم، عاملها بايه؟ دي عاملها بالجبنه الرومي وسنه موزاريلا اهو والطماطم وكده. عارفين تقفيله العجينه ازاي؟ حاجه جميله يعني، بألف هنا. حاجه ريحتها وصورت لكم يا جماعه اللي بالفراخ، صورت لكم اللي بالسكر اهو مع الشيخ سليم في فطاطري بلبول. بصوا عامله ازاي ريحتها وشكلها، والله العظيم تحفه من غير ما دقنا ولا حاجه. لو الحاجه يا جماعه مش حلوه او مش نظيفه انا مش هنزل الفيديو، لان ليا اصدقاء كتير قوي بينزلوا جمصه بتابعكم وبشوفكم هنا. يا ريت تشرفوا المحل وهتلاقوا فيه كل حاجه. اللي عايز يهادي، والله كنت ساعات باخد فطير وانا مسافره القاهره بالسكر برضو، اللي بيبقى حد عايزه مني. عنده اطباق حلويات صغيره على قد، وعنده مشبك. بصوا في موجود هنا كل حاجه، ان انت لو انت نازله القاهره او في اي مكان ان انت تاخدي تهادي حبايبك اهلك زي ما انت عايزه. اهو اهو معاكم فطاطري بلبول اهو 10/10. هنقول فطاطري فاخر من الاخر اهو زي ما انتم شايفين. الشيخ سليم بسم الله ما شاء الله. تابعونا هتلاقوني ان شاء الله صورت فطير بالفراخ، فطير بالجبنه، فطير بالسكر، بالمكسرات، عنده بالقشطه. موجود هنا كل حاجه. شرفوا المحل ان شاء الله وهتلاقوا اللي انتوا عايزينه. مش هتخرجوا هتقعدي على الكرسي وانت قاعده تطلبي اللي انت عايزاه هيجيلك. بسم الله ما شاء الله، حاجه 10/10 اهو. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. تابعوني هتلاقوني كل يوم فيديو جديد ان شاء الله. اتاخرت عليكم يا جماعه عشان انا في المصيف فسامحوني. تابعوني هتلاقوني كل يوم مع الحاجه وفاء ان شاء الله. هقول لكم ايه، السلام عليكم. دي بقى عايزه تعمليها قشطه، تعمليها زي ما انت عايزه، تعمليها حادق، تعمليها مسكر اهو. بصوا الحاج سليم بسم الله ما شاء الله عليه. محدش يقول لي يا جماعه نصور فطير، انا عن نفسي مش هصور فطير تاني، مش هعمل، ما بعملش كل ده. تتعلموا الطريقه، ما بعملش حتى السكر بتاع السكر. والله يا حاج سليم لما تكون فاضي وخش على القناه وشوف احنا بنعمل الحاجه ازاي. بنعمل فطير بالسكر فعلا على البوتاجاز في الطاسه. انت شفت بتاع المحلات بصور؟ شفت اللي بيبقى في المحلات بتطلع الفطيره الصغيره دي وترش عليها جبنه، حته جبنه قديمه، سكر بودره. بتتعمل ازاي بقى دي يا حاج سليم؟ الفطير الصغير ده ده له شغلانه ثانيه غير اللي معايا. ما انا بقول لك احنا هنعمل ده ازاي. مين بقى فيها تلف اللفه دي كلها؟ ده هتطير في الشقه هتلزق في المطبخ اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عايزاها بقى مهلبيه، عايزاها قشطه، عايزاها زي ما انت عايزه، زي ما انت بتحبي تاكليها انت واولادك هتعمليها اهو. الثانية خلصت برضو يا حاج سليم؟ يعني اقفل هنا اختم الفيديو ده ولا لسه شوية؟ لا هيتختم بقى لما انت تخلص خالص كده.
هنا فطاطري يا جماعه بنقول اهو. دي فطيره حادقه برضو اهو. عملنا ابو سكر، يا ريت تخش على الفيديو وتشوفوا الطريقه بتاعت الحاج سليم اهو. تسلم ايدك يا حاج سليم، 10/10. وعملنا الحادق برضو اهو قدامكم خطوه بخطوه معاكم اهو. وعمل بالفراخ صورناها برضو. اهو زي ما انتم شايفين.